فاللهم لك الحمد على ما أخذت، ولك الحمد على ما أعطيت، ولك الحمد على ما منعت، ولك الحمد على ما أبقيت، ولك الحمد على ما حققت، ولك الحمد على ما أخرت، ولك الحمد يا رب على أنك أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة بقى هعمل لكم الكاتشب الجميل اللي كل ولادنا بتحبه في كل أكلاتهم، وهعمله بطريقة سهلة وبسيطة جدا وموفرة جدا. هعمل حوالي نص كيلو من الكاتشب ب5 جنيه بس. هي الطماطم وباقي المكونات كلها موجودة عندنا في البيت. هنجيب الطماطم لازم تكون حمراء ومستوية، هنقطعها 4/4 زي ما انتم شايفين بالظبط. وهبدأ اضيفها في حلة على النار، مش هضيف لها اي مية لان هي نزلت المية بتاعتها، وهسيبها لحد ما تغلي وتستوي معانا. هنا الطماطم بتاعتنا استوت، هطفي عليها وهسيبها تبرد، وبعدين هضيفها للخلاط عشان انا عامه كويس جدا. بسلق الطماطم ليه كده؟ علشان خاطر القوام بتاعها يبقى تقيل معايا في الكاتشب وتديني نتيجه كويسه. هفرم الطماطم كلها ناعمه جدا زي ما انتم شايفين بالظبط، وهبدأ ان انا اصفيها في مصفى. لازم تكون المصفى ضيقه جدا عشان تديني قوام وملمس للطماطم، يبقى ناعم كده زي قوام الكاتشب بالظبط. ما ينفعش المصفى تكون واسعه معايا. هصفي كل الكميه بنفس الطريقه وهرجع لكم تاني. هنا صفيتها كلها، بصوا القوام بتاعها بقى ناعم وجميل ازاي. هنبدأ بقى نشوف التوابل الجميلة اللي احنا هنضيفها للكاتشب. نص كوباية خل، نص كوباية سكر، ومعلقة نشا، ونص ربع معلقة فلفل اسود، وربع بابريكا، وربع معلقة توم باودر، وبصل باودر. انا ضفت الطماطم على النار لحد ما تغلي معايا، وهبدأ ان انا اوطي عليها النار علشان كل المية اللي في الطماطم تتبخر معايا. هنا بشوف الطماطم لسه فيها ميه ولا لا، واشوف السمك بتاعها تقل ولا لا. جبت طبق ازاز وضفت ليه معلقه طماطم عشان اختبر الطماطم فيها ميه. لقيتها نزلت نقطه ميه كده، معنى كده لسه الطماطم فيها ميه. هنسيبها شويه على النار لحد ما تتبخر الميه كلها والسمك بتاعها يبقى يتقل وجميل. هنا اقلبها واشوفها، لقيت السمك بتاعها تقل، وبعمل نفس التجربة لقيتها مفيهاش مية وبقت مظبوطة. هبدأ اضيف المكونات بتاعتي واحدة واحدة علشان خاطر كل واحد وليه ذوق وطعم في الاكل. هنا هضيف الاول معلقتين سكر كبار، مش عايزة اضيف كل الكمية علشان خاطر الطعم يبقى مظبوط معايا. وهضيف البهارات بتاعتنا من كل حاجة ربع معلقة في الاول، توم باودر وبصل باودر وفلفل اسمر وبابريكا. هقلب كويس وهشوف الطعم بتاعي مظبوط ولا لسه. هنا لقيتها لسه محتاجة سكر تاني، هضيف معلقتين كبار، وهضيف نص كمية الخل، وهقلب برضو وهشوف الطعم بتاعي مظبوط زي الكاتشب بتاع بره ولا لا. لقيتها لسه محتاجة خل تاني، ضفت باقي الكمية. وهنا الطعم بتاعي بقى جميل جدا ومظبوط واحسن من الكاتشب بتاع بره، وهستنى ان انتوا تجربوه وتقولوا رأيكم فيه. هنا لقيت القوام بتاع الكاتشب مش محتاج ان انا اضيف النشا لان كان تقيل وجميل جدا معايا. لو حسيتي انها خفيفة شوية معاكي تقدري تضيفي لها النشا المعلقة الصغيرة مع شوية مية وتسيبيها لحد ما تتقل. هسيبها لما تبرد وهضيفها في البطرمان. هنا خدت مني 2 بطرمان حوالي الاتنين نص كيلو. وفرت معايا كتير جدا. من كيلو طماطم عملت نص كيلو كاتشب.
والطماطم الكيلو ب5 جنيه. اوفر واحسن من بره، وحاجة مضمونة انت بتعمليها، لان الربع كيلو كاتشب لقيته ب30 جنيه. انا قلت لازم اوفر واعمل لكم الكاتشب الجميل ده. اتمنى ان انتوا تجربوه وتقولوا لي رايكم فيه. وشكرا جدا ليكم. طبعا ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.